السلام عليكم. الاسم ديالي حمزه. انا اللي وقع لي مشكل ديال تعرض للاعتداء من طرف الابن مستشار جماعي والاخ ديالو بدوار منزله تابعه جماعه منزله مدينه طنجه. هذا المشكل هذا رفعت شكايه انا نواكل مالك مدينه طنجه اللي دلت بالشهاده الطبيه والصور وفيديوهات ديال الاعتداء ديال الضرب والجرح من طرف هذا الابن المستشار والاخ ديال المستشار. اللي كنتفاجأ انا الدرك الملكي دفعوا ملف ديال مدينه ازيله، محكمه مدينه ازيله الابتدائيه، وعملوا له الحفظ لان ما دلتش بالشهاده الطبيه، واتصلوا بيا ذاك اليومين اللي كنت تعرضت للاعتداء وكيطمئنوا على الحاله ديالي. قلت لهم انا حاله صحيه غير جيده، وساعه دازت واحد مده 3 ايام عاودوا اتصلوا بيا واش يمكن لك تطلع عنا. قلت لهم ما نقدرش على حسب باقي الحاله الصحيه ديالي غير مستقره. الساعه اللي كنتفاجأ هما دفعوا ملف وعملوا فيها شي اقوال اللي قالوا اتصلوا بي عبر الهاتف. قلت لهم انا حاله صحيه جيده وكنزاول العمل ديالي اللي لحد الان انا باقي ما مشيتش للخدمه، حاله الصحيه ولا حاله النفسيه اللي تعرض. كنطالب من جلاله الملك والسلطه العليا تاخذ لي الحق ديالي، ما يمشيش شي مهدور من هذا المستشار جماعي كيدعي بالنفوذ وكيقول فوق القانون، كيقول لي اللي في جهدك عملوا، راه المحكمه اللي بغيتي يعدلوا عاد. كاينه بعض الساكنه اللي عنده الدعاوي معاه في المحكمه، واللي 5 ديال الدعاوي اللي دافعين بها حنايا، دافعين شكايه لوزاره الداخليه، لولي جهه طنجه تطوان الحسيمه، مؤسسه الوسيط والنيابه العامه. جوج دعاوي اللي كانت اصلا عندنا دعوه في المحكمه الابتدائيه ازيله بالتهجم، قطع الاشجار والمشكل ديال الارض. و ساعات موراها تعرضت من الهجوم من طرف الابن ديالو والاخ ديالو بالضرب والجرح بالسلاح الابيض وبالهراوات ورشق الحجار.